رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم كذلك سنتكلم حول أمر مهم، وأرجو أن تسمعوا جيدا وأن تلاحظوا معي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع البشر ومع النفوس ومع الناس. أمور في غاية الأهمية. اليوم كثير منا وكثير من الجماعات أهملوا هذا الأمر، فعلينا أن نركز عليه ونعلم ونرى عيوبنا. برايت عزيز إيرو جامتيسا ج حياة پیغمبر صلى الله عليه وسلم درسا كبر مهم. هي بدار مقوداري باش بكن ام بهفرا هنكي حكمتا ج حياة و جيانا پیغمبر درخن فعم بكن. إيرو كيماني و شاشيتي و ام كتنه كي وان شاشيتي سبب وان چنه و ام تماشاكن پیغمبر مجي صلى الله عليه وسلم چوا بإنسان را ددا اوتصان معاملاوي بإنسان را بچه هواي بو ام فعم بكن. پیغمبر خدا چواک ایرو د نخوشینا دا دکتر هنت بیجی پروفسور اویا فلان کس پروفسور بی نخوشینا هانه یا تسلیمی بیدوی مثلا پروفسور چعوایت اگو خلاص پروفسور دکا که اوجی نظام به ما ازانم خی او دزانه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر خدای عیبم جرا بجن پروفسور لی اگر که ام تشتکی بجن ام بجن پروفسور انسانه خدای دایی که زانه به انسان را چوا خبر ده معامله بازار گوتن ارشاد و تبلیغ دعوه دینی هانه ابچوا بکه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشکل کی گله خوش بی تشتهانه تکر. اما انا درس هانه بخوين ان شاء الله. طبعا في الجمعه الماضيه تتذكروا قلنا بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينه وياتيه وفود القبائل العربيه ويتكلمون معهم، منهم من يدخل في الاسلام ومنهم من يسال عن الاسلام ومنهم من يطلب من النبي ان يعطيه المهله، يعني كل حسب شيء. ولكن في النتيجة كانوا وفود أشخاص قليلين من القبائل يأتون إلى المدينة ويعودون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا الأمر. اليوم خذوا هذا الملاحظة، النبي لم يكتفي بهذا الأمر. لماذا؟ سنقول إن شاء الله. حفتا شوي كتابي روا ما قو پیغمبر المدينة بو قبيلة عرب ظلامات شان نقول نهرم جنب پیغمبر سؤال إسلامي بكن كا إسلام چيه دين خده چيه هناكي دهاتن دبون مسلمان، هناكي دهاتن برسا اسلام تكن اسلام چيه، هناكي دهاتنش پیغمبر تقول جانكي فرصات بدا منفعم بكن هيدي اوانا تف دهاتن. فقط تشتي كش مرة مهمة پیغمبر صلى الله عليه وسلم قو بس دل خود تمام ومن وظيفه كر وانا وهر قبيله كي سي حبهاتن بينج حبهاتن واجوار اسلام بدبن بس هيدي وظيفه قضيه يا پیغمبر تشتكي دنيتكر. حساب کن عقل پیغمبر عقل کی چوایه. عقل پیغمبر نه واقع عقل کی انسان کو شگون دنیا کارو خبات که عقل کیه دلی بی انسان تشوته بی انسان تشوته. لما خدای عز وجل بجا رؤوفا پیغمبر دلی نطانک بوه دلی بوه تشوته بالمؤمنین رؤوف الرحیم. خدای بجا پیغمبر دلی سر مسلمان او سر انسانش پر شوته. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. دبي پیغمبر کی جو هاتیه وقتی اون دبی جنا پر دلید من محزون دبی یعنی پیغمبر کی اصابها ایرو یکتم اسلام جرا دبی کد بیاس قبول لكم امشخاد بین جهنم اتک دهر قد پیغمبر نه اصابو یکی کبوت از قبول لكم دلی ویت شوتی عاجز تبو خمگین دبو یا ربی تبیا هدایت یا ربی هدایت بکی او قصا حزن پیغمبر زیده بود هناك آیت در خدای گفت تخبت مال خخرا روانه که تخكشت فريا كنت محزون دبي خمجين دبي جبونه وان خناك اف پیغمبر وان انسان قدهاتن کا تماشا پیغمبر گو تمام خلاص موظفه كر هرش قوم اخرى اسلام بجن يا پیغمبر تشتكي دنيت كرم انا سريب خبردن ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالوفود القادمه اليه، كان يعلم ربما في القبيلة يوجد 4000 شخص أو أكثر أو أقل، ولكن أتى إليه 4 15. هل بإمكان هؤلاء الأربعة أن يبلغوا الإسلام إلى 4000 إلى أكثر إلى أقل؟ يذهبوا إلى كل بيت؟
أن يعلموهم أمور الدين الجديدة. النبي كان يعلم بأنه من الصعب أن يبلغ الإسلام إلى الجميع، لذلك لم يكتفي، فقام النبي ويرسل الأشخاص المعلمين إلى القبائل، الأطراف الموجودة، إلى اليمن، إلى أماكن أخرى في الجزيرة العربية، حتى يعلموهم الإسلام ويفقهوهم في الدين. هذا هو الغاية. كان يعلم بأن هؤلاء لن يستطيعوا أن يبلغوا الإسلام إلى الجميع، فأراد أن يرسل أشخاصا ليعلمهم دينهم في بلادهم وبينهم. هذا هو الحكمة الذي كان النبي ينوي، ويرسل الصحابة إلى الأطراف حتى يعلموهم أحكام الدين. پیغمبر صلی الله علیه و سلم زانب و هر قبیله کی داده ایرود قبیله می کردا داجی قبیله هنه بلکی جماره و 3000 بلکی 5000 بلکی ده زیده قبیله یدی حب گون دیوان هنه نو سایرود نوا کردا داجی هنه جوی قبیله 5 حب هاتنه دی حب هاتنه بونه مسلمان بلکی اوی 5 حب دی حب و عالم مازن جننن دکارن هر اسلامش 5000 انسانی را بیجن زحمته نکالم تفکی گوندا بلابن هر مالکی جوان را بیجن. پیغمبر ویا زانب و عاقل بو جبریو هوای پیغمبر گو شخا گفت بس نه یعنی وانا هاتم جوان را اسلام گو هر نمانت خدا من گونا وها بس نجمره از گره هندک صحابیا بشینیم برای هر ناوان برای هر ناو مال وان قبیله وان عشیره وان گنده وان اگر احتیاج هبه برای مال به مال وان صحابیا وان را خبرد مال به مال هنکی نو بونه اسلام هنکی جا نبونه مسلمان هنکی تشتکی نو چه بیا نزانج اسلام دافع عن بکن و زحمته کتوری جن پیغمبر هفته کی بینت بی عالم زحمته یعنی چونکی اسلام دینه کی 23 ساله دهات یعنی نوا هفته کدت نابی عالم پیغمبر جبروی حکمت هانه صحابیات شان لوی دوگو از صحابیا بشی نوا وان قبیله هانه هر قبیله کی صحابی کی دو صحابه سه صحابه الگورا مزناتیا وان هر نوا وان دا مه کی دم مه سه مه 5 مه ساله کی بمینه هر اسلام جوان را بهجه او تف نکارن ورن قبیله که 5000 می روزن نکارن ور مدینه زحمته مالوان ملکوان حیوانوان برخوان وزنوان دویوان هنه پیغمبر گفت تهر البدا بسکنه دین خود جوان را قبیله بقبیله عشیره بعشیره جوان را بیجه چه عقله کی مازن چه زانبون و چه حکمته کی مازن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به وی اخلاق به وی اسلوبه به وی داین و ساندنه هانه اسلام جوان انسان هانه راد بر ایرو براستی اویا کیمانی کا پر مازنه و امنیت فرق دانش اویا امیان لسری خبر دن انشاءالله پیغمبر جبروی حکمت هانه صحابیات شاند گو هرن لوی فلذلك كان النبي يرسل الصحابة إلى الأطراف إلى المحافظات إلى باللغة العصر نقول محافظات والقضاء والقرى الكبيرة والصغيرة حتى يعلموهم أحكام الدين. النبي كان يعلم بأنه من الصعب أن يأتي جميع أهل القبيلة رجالا ونساء وأطفالا وأن يعلم كان بأنه يعلم بأنه من الصعب فاختار أن يرسل الصحابة إليهم ويعيش معهم ويعلمهم أحكام الإسلام ربما شهر ربما شهرين أو أكثر أو أقل حسب الحاجة حتى يفقههم في أمر الدين ويقوم بترتيب أمرهم حسب الشرع الإسلامي. پیغمبر صلی الله علیه و سلم سروی حکمت هانه صحابی خرابود شاندوان درا دگو هر دین خود جوان بیجن و لمیجا بتنه نه روجی بتنه لمیجا جوان بیجن حلال بیجن حرام بیجن زکات چیه روجی چیه دزی چیه زنا چیه اون چه والی کاریه بکن یعنی دولت که بچوک هر لوی جوان آوا بکن تو وکیل پیغمبری علیه الصلاة والسلام تی هر جوان دین خود بیجی یک بیک تی هر جوان مجادله بکی تی نصیحت لهم کی تی دین خود جوان بیجی هدف پیغمبر جی ابو. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار من الصحابة أعلمهم وأفقههم وأصبرهم وأعلمهم بالحلال والحرام. ليس هذا عمره كبير وهذا ابن العشيرة وهذا قريب، لا، كان يختار الرجل المناسب في المكان المناسب حتى يعلمهم أحكام الإسلام. هذا هو القانون. ولكن إذا أنت اخترت رجلا لأنه قريبا أو صديق لأنه ابن عمك ابن جدك أو وما إلى ذلك من الأمور تنظر وتركز على القرابة ولا تركز على اللياقة بأنه أهل لهذا فأنت تفسد عمل الذي أنت تقوم به. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اجا کی دشان دفردا گهداری بکن پیغمبر ندگو والله فلان کس مرفه منه بره اوهره فلان کس اقربای منه فلان کس قالك دلسوز من النار شخون صحابه تفش پیغمبر حسد کردن او خبردان جرا نه لازمه
فقط پیغمبر دگو ان زانا ان عالم ان اوی کو بصبرن ان اوی خدی حکمتن اوان کسی کو حلال و حرام خدی دزانن برا او هرن یا جوان انسان کو وانا پلوس یعنی دگل کو دکارن اداره جی بکن هنه که انسان هنه ایمانای پره علمی زده فقط به صبر لو به صبر اوی به صبر هر نوا ملت دا جاهل هنه نزان هنه گندی هنه باجاری هنه زنگین هنه فقیر هنه ادب هنه ادبای کم هنه یا یک تشتکی شاشه را بجا رق و رق اوی اشار بکن پیغمبر وانا ندیش صلی الله علیه گفت نه مثلا صحابه کی پر مازن نبی ابوذر غفاری ابوذر صحابه کی پر مازنه پر بعلمه باخلاقه ولكن بصبر بو زو عاجز بو پیغمبر اگو از بموالی پیغمبر گوتن کاری بیوالی اشترا جنابه یعنی صبرتتنه تعاجز بید گوتنا داوید بیجی یعنی جاره کی بلال حبش و عاجز کرد گو کرجن کارش احتراز متکی او عاجز لا يجن کارش لا يجن کارش دیایورش ما قید دیاخرش کردی عاجز بو پیغمبر ویدید گو ابا ذر گو داماره که جاهلیت ابترا مایه هجت چه بی کلمه ایسان کرد بیجی کو خدای رنگ دایه دیاوی ما قید دستی دایه ابا ذر فقیر چولوی رونش گوره پیسر پیریه مبکه ها سر تعبی خدانی عرده گم تشتکی نباش ترا گوتی او نفس هویج بشوک بو یعنی پیغمبر کسی کتشان دگو اوه کلاق مزناتیه نه دکار بم صبر و تحبل بن از وام شینم پیغمبر وانشان صلی الله علیه وسلم طبعا الذين كان يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى جوانب عدة النبي إلى العلم وإلى الخلفية في الإسلام وكذلك إلى قدرة الإدارة كان يرسل الصحابة وأحيانا يرسل واحدا وأحيانا يرسل شخصين معا إلى المكان وكان يعلمهم كان ينصحهم بأن يبشروا ولا ينفروا وأن يسهلوا للناس وكذلك يقول تطاوع أي لا يأخذ كل واحد منكم بالعناد أنا حق وأنت حق إذا حصل بينكم خلاف فحاولوا أن تصلحوا لا يذهب كل واحد منكم في طريق فتطاوع كان يتطاوع من أن يطيع أحدهما الآخر فعليكم أن ترى الحل كيف ترون هذا ليس مشكلتي ولكن لا أقبل النزاع ولا خلاف فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا أكثر من واحد أن يطيع أحدهما الآخر ولا يقوم بإشعال الفتنة بينهم وبين الناس هذه أمور مهمة كان النبي ينصحهم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی کدشان جانا یکیدشان جیکرا جانا تگو دحب هرن گریدای مزناتی وی گند وی قضا وی عشیرانی اگر مازمون دحب سی حباتشان اوی کدشان جی پیغمبر نصیحت لوند کلمه انا نصیحتی بخوینن لیتشتکیدن پیغمبر جوان مثلا دحب بشاندا سی حبا بشاندا ایرو ام انسان مثلا دناوا امام دوی عیبه هست دناوا از پولیتیکا جدا پرتنه پولیتیکای پارتی کی او با عقلن گوداری هفت کن لهم برف خبر نادن فقط امام عیبه کامه هست یش برا بیجم صراحة عیبه کامه ام دحب امام جزم کابن شیطان مذهب قوته چتی نسره ما دحب امام چنجی کی ایله گره به هفت کبن ایله گره مشکله کی چکن ها ابیاد به ناس سنت ابیاد به ناس بیجم فرض ابیاد به نظام مکروه إلا هي إمام قرب هف كفن تشتي ترتي هف دبيجن دناوا ملت دا ملت ماشي وانت كا والله الله شارد كن وملت شخاب مت كان يعني أوجي عيبة كما أنا مازنة مع الأسف جانا بيت تشتي شد بإجا بيخنبر وان صحابي كنت شام مثلا دحبن وكا إمام أنا شي دقو بهف نكفن ها بهف كتن زانت يعني أما شر نكن تشتكي ناوا ودا شيبوجي قهدارية هف بكن تطاوع كلمة كي پیغمبر جوانا تقول يعني يك قدرية اذنه بك كيد كعلى خام جيتنا امر واند كروم بهف نكفن اگر تشتكي نابره ودا چيبوجي شخوا چاره بكن نابا خدا صافي كن اما دنگي و بلن ببه ملت قهداري بك قيرقيرة وهاتية ملت بجا والله دحب والي بهف كتن اس قبولناك او نصيحت لوان تكر لو ما جانا كتشهد بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كتشان تشهد بو بهف كتن تدی یکیش واند گولا پیغمبر گوتی قیرقیر نکن از دنگ یخناک کرم کتا گوتی برای کتبه وی شکلی پیغمبر نصیحت لواند کرد گو امان به هف نکبن مثلا سیاست مدار پارتی کی به هف نکبن او دبی فلان کت سروکی ما خبر ده دروا بکجی ادنی پشتاوی دگره دبی وکاتله امام معلسه به هوکا گره هفت خون یعنی او جی عیبا ما لو ما قالك جارم ملت شخاب مت کنه دبی تماشی وان امام ما بکن و امام جو قر او هفت خون اوج عیبه کما مازنه لی پیغمبر وی تشته جوان قبول نکرد گوره تشتکی وها از قبول نکم گرت نبه
طبعا الآن أقرأ لكم كلمات من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أرسله النبي إلى اليمن، وكان معاذ من أعلم الصحابة بالحلال والحرام، صحابي كبير جدا وشاب ومن أعلم بالحلال والحرام. أرسله النبي ودله كيف يدعو الناس إلى الإيمان، يدعوه خطوة خطوة. سأقرأ بالكلمات بالعربية وأنتم ستفهمون ولا داعي إلى شرح باللغة العربية إن شاء الله. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند حب صحابیه حیکا یک دو جوان را بیشن. یک جوان ناوی معاذ، معاذ کوره جبل، صحابی کی گنجی و یک جوان صحابی عالم مزنه، بلکه ان ابي زیده که حلال و حرام زانه یک جوان جی او معاذ. پیغمبر ویشان نصیحت بکر وان تربیت دوام پیغمبر وان هند که بر جبان شر چون انا جبان شر ناچن، انا جبان دین خودت چن، جبان نصیحت لو ممکن پیغمبر لو ما وان چینه. کلمه که پیغمبر جمله بجه چوا ملت را خبر ده هده نقطه برقطه جانا امام یا جماعت حجی و صوفی تدین دناوا ملت چه بنتف جار کده جوان بجن یا ملت قبول ناکه هده جارتش تکی جوان بجن تماشات که امام خبر دل گورا عقل ملت نصیحت که یک جماعت یک سه کتابا بچکی خواندیه انتش تی گرانت افراد بد بجه وی امام فقیر از بیجه نابه از نبیجه اویا بیجه وی سیدای ایمان اویت نبی تشته نزانه کرو بیله ته زاروکی بچوک گوشت دیگه که زاروکی بچوک گوشت نکاره بخون گره شیر به داویه شوربه بد بدی هدی تبدیه که. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله وكيف دعاه: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أولا الإيمان وبعد ذلك الصلاة. الصلاة ليس قبل الإيمان. پیغمبر جوانا گو معاسته هری قوم کیکم مسیحین اهل کتاب مسیحی و یهودین لیمن یهودی زمان کی گلک بون تهری لوی اولا تجوانا بيجي ورا خدایکه و محمد جی پیغمبر خدایه کو قبول کرن بني اولا تجوانا بيجي ورا ببن مسلمان کو قبول کرن ته بيجي خدای بيجي روی 5 فرض لمیج بکن لمیج پشت شهادته کو شهاده خنانی بحث لمیج جراناکی اولا جرا بيجي لمیج كل ما يجي قبول كرن فاشت تجوانا بيجي فإنهم أطاعوك أو أطاعوا بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. پشتی كل ما يجي قبول كر جوانا بيجي زكاة جوانا بيجي خدای زكاة الزرزنگينا فرض كريه اف زكاة زنگينا بستينن بدن فقيرة بني پشتی لما يجي زكاة ميرك لميج ناكا تجرد بيجي هرا حجي قال ميج ناكا حج جبرا لميج بك داوي هرا حجيجي پشت لميج پیغمبر به جوانا بيجي خواده گوتيه ته زکات و الگور زکات زنگینيه و ته زنگينه بستيني تبدي فقيره فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم نصيحة إلى الأخرى إلى الأخير. سا پیغمبر بجه اگر کویجی قبول کرن زکات جوان بستینه زکات وان زکات یجی دبی امان دقت با ان حیوان باش وان نستینی اون زانم بران چیه بران کابرا زلان بران کیوی هد نو حیوانی ده بران کی خوش هی چی زکات آلت بی بران زکات بدیم یاش خون بران کی باشه ساغلمه بی بران باشه نست یک نورمال جه بستینه یا جی بزنه کا یا جی ام بجن گا کیوی مازن هی گای سروکی گای اولاد بی مازم دینه پیغمبر به ان اوی باش نستین جوان اوی نورمال برادل میرک مالی وانه بیانه تدیب کرمانجی هم بجن توخم یعنی هنکی توفن یعنی هنکی حیوان هنه وانا حیوان جسم وان پاکن پیغمبر به جوان نستینه و ظلمه جلت کسکی نکن بنه چه خبردانه که خوش چه نصیحته که خوش پیغمبر صلی الله علیه و سلم لوانت که یعنی اما انا تعلیقه که سر بیا بکن ان شاء الله. طبعا النبي كيف كان يعلمهم على التدرج شيئا فشيئا يقول تبين لهم الإسلام ليس دفعة واحدة. أحيانا نحن نخطئ نقول الإسلام جملة واحدة فالناس يردونه جملة واحدة ولكن إذا أعطيناهم شيئا فشيئا فإنهم سيقبلونه بإذن الله تعالى. پیغمبر بني چوا کو نصيحته قلت که هدي نقطة جاره تشتكي بدنوان حتى قبول بكن قبل جاره كي ددايكي لی انسان نکاره قبول که اونان زانش ننان
و جار کی دادکار ناتر خنده بخون نه ولی که تبکی نخ پاری پاری پرچه پرچه تدکاری نانه کی بخوی اما افنان جاره کی ده ناکه بده بیتا جاره بچکی ایجا حکم خودجی حلال و حرام خودجی ورده جاره بچکی جاره هنکی حتی که معرفین دبه ام نصیحت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ولكن أمر في غاية الحزن والألم النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل فأرسل معاذ والنبي أمره وقال اركب الدابة وهو كان راكب والنبي يمشي بجنبه وينصحه تفعل هكذا. وفي الأخير النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ كلاما في غاية الحزن والألم: يا معاذ إنك عسى لا تلقاني بعد عام هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. كأن النبي يقول له: يا معاذ أنا سأموت وأنت هناك وأنا سأنتقل إلى ربي، قد تأتي إلى هذا المسجد وترى قبري في هذا المسجد. فمعاذ يبكي لأنه يعلم بأنه قد لا يرى النبي، وقد تحقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبقى معاذ في اليمن إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يلتقي بالنبي مرة أخرى. هذا كذلك كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق معاذ لم يراه مرة أخرى. نسر معاذ اف صحابیانه پیغمبر وقتی یواره کرد لحسب خسیاره معاذ پیغمبر پیاتید مشه او میوانه یا پیغمبر نصیحت لیکر داویه گو معاذ گو بلکی تجاره قدی من دینی ها تجاره قدی من دینی یعنی ازی بمرم ازی هرم گو بلکی تهاتی دوی جامعه هانیت قبر مجی بدینی ها قبر مجی الورابه يعني وی کلمه پیغمبر جرا گو طبعا به معاذ او دلی وشوتی و گریا زانبو که گوتنا پیغمبر ورجی محقق از جاره کادی بی پیغمبرش ندینم صلی الله علیه و سلم او ندید جی اليمن ما حتی يعني پیغمبر وظیفه درش کرد گلوه بمینه فقیر اليمن ما حتی پیغمبر جی وفات کرد هات مدینه قبر پیغمبر دید گوتنا پیغمبر هات عقلی گو پیغمبرش مرا وها گوت بلکی جار کادی هم ندینن توری وی جامعه من قبر مدفراد بدینی هات و قبر پیغمبر دید صلی الله علیه و سلم. به وی شکل اف تشتهانه در باس هو پیغمبر جی نصیحت واند کر وها نکن وها بکن وها بکن وها نکن تشتکی دید خازم جوارا بیجم سر مسئله وان پیغمبر دشاندن سر مسئله شیخ و امامه امام عادتك امامه هي جامعه دارودن خطبه خبرتن وكيدي ناچ نوا ملت ناچن گندوان ناچن قضايوان ناچن محلوان بلکه ناچن دعوت ملت جي ناچن صحبتوان نفس امامه بشكي او بلنده كي هات امجرات بيجن شيخ خدا جوان راضي وقالك جاره بلكي احتراز ملت شيخات كشيخ بدعت وخرافات وخرابن لي شيخ فقير چد كان شيخ عالمه كي دوره ويجي بلكي صوفي ونزانن شيخ چد كصلى عفوا خدا جوان شيخ الشيخ صوفی خو ام بجن وکیل خود شینن گنده دبی هرن وی گنده هرن وی قبیله هرن وی عشیره وکا پیغمبر دشان دیا هرن لبی اسلام جوان را بجن ایجا صوفی و فقیر و علمی ویتنه وقت صوفی تجیه کی محققین کی تش چدفن نزانه تشتی شاش جوان را بجه ایجا داوی امام مرودنه والله وان شیخا تب بدعتن وان شیخا منافقن وانا کافرن وانا خرابن وانا چنه گوتنام جوان را بجن مبارك تعالمي كتاري قندا ديني خودش قنديا را بيجي حوجه في صوفيه جاهل ناكك في صوفيه را ديني خودش وان را بيجي تل جامعه خدا رونشتي تناچي دروان نفسه تخنا دبري چما في شيخ في صوفيه تشتي نراس قوتي تا اي راس بقوتا صوفيه اي راس ايش نراس ند قوت تا خبر ندا ميدان والا ما صوفيه چون قوتن پیغمبر عليه الصلاه والسلام تشتيك شيخ آنات كن پیغمبر تكر فقط نبكى شيخا عالم ندشاندن شيخ عالمه وانبرت نفس عالمه قبول ناك هرنجم شيخا فقط پیغمبر صلى الله عليه وسلم عالم چند گوارن دین خود جوان را بیجن بلکی اگر کو نب خیر وان شیخای هانه بناجی کیمانی باشیتی بزیده بون چد ببرابه بلکی آنا وی اسلام و نوا مد اوج نمانه فقیر شیخا وظیفه کر شیخ چون وی عشیره وی قبیله وی چادر وی گنده لوان درا دگریان بلکه و تبا بیستی اما گلک بیستی که دبین فلان صوفی العالمه هبون شیخ واندشان مهکی دمه هال گنداد گریان مهکی دمه 100 سال بره ها گنده بره جی و مشا بره جی عربت نبو تخصیت نبو فقیر و پایاتی دشو دگریان ملتی فقیر بو حتی دهات المال دگو سپید کتن جلیوان و سپیزانه چنه سپید کتن جلیوان فقیرت باشت نبو ساموت نبو خبشون یعنی دین خدا یا جوان گندیا را جوان فقیرش نزان راد گوتن ای عالم نه چون وان صوفیا بی تشتیانه کر
لو ما تفرد إيرو عالم والشيخ إنكي بهفت كيفن لقور قناعتنا من جانا أم إمام إنكي نحقنا أم جانا الظلم الفان شيخات كن ما وظيفة أخو نكر وأم بيجون وجمات تشتي خرابت كن ما وظيفة أخو يا راس بكرة فان شيخا فان تشتي شاش نتكرن أبياج برد بيرا ودابه سربي نقطة هني هات عقلي مخالط أجوارا بيجم خدا عز وجل متى هدايته إصلاح بك شفاعته بيخنبري خوجي محروم نكج إيمان حق جي خدا ما محروم نك إن شاء الله رب العالمين صحته وعافيته وسلامته بدواء وبدا متى إن شاء الله إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة ابقوا في حفظ الله ورعايته ومتمسكا بشرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.